السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى حكاية اليوم تلقاكم احوال جيدة، ويا ربي تحقق كل واحد كل ما كيتمنى. وما تنساونيش بالاشتراكات ديالكم، يكفي انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالنا، وان شاء الله القناة تكبر بكم وتزيد قدام العشية. يلا ندوزو لحكاية اليوم. حكاية اليوم حكاية زوينة بزاف، حكاية فيها بزاف ديال المعاني وفيها عبرة لكل بنت. يعني اللي كتصنت لها القصة كنتمنى انها ما تطيحش في هذا الموقف اللي طاحت فيه هاد الشابة. وبطلة اليوم سميتها هيند، والبطل ديالنا ديال اليوم سميتو صلاح. صلاح يا صلاح، صلاح هاد الشاب اللي غادي يدير شي حاجة يعني خايبة بزاف. هاد البنت غينتقم منها الشر انتقام. يلا نقربكم اكثر الحكاية. انا سميتي هيند، كيعيطوا ليا هنوده، لا دارنا لا صحاباتي. المهم انا عندي 24 عام. كنت واحد البنت اللي طموحه بزاف، باغا بزاف الحوايج نديرهم في حياتي، باغا ندير هادي باغا ندير هادي باغا ندير هادي. يعني الاحلام ديالي ما كتوقفش، ديما باغا. عمري شفت يعني راسي انني كملت او وصلت داكشي اللي باغا. ديما كنشوف شي حاجه مازال قدامي باغا نديرها. كنت عامره بالاحلام، وراسي ديما باغا يعرف شحال من حاجه، وكنسول اللي ما عرفتش كنسول عليها. كنسول على بزاف ديال الحوايج اللي انا باغا نوصل ليهم. ما كنتش كنحشم، يعني اي حاجه بغيت نعرفها خاصني نعرفها. ايوا واش نقول لكم، حياتي كانت يعني عباره عن القرايه. كنت كنقرا، كنمشي هكا ليسي كنقرا كنجي. المهم انا اللي عند ماما، ما عندي لا خويا لا اختي، حتى من بابا الله يرحمه. ايوا صافي الام ديالي كانت خدامه، كتخدم عليا باش تقريني، وفعلا قراتني الحمد لله وصلاتني. وكانت عندها الطوموبيل ديالها، يعني الام ديالي كانت خدامه خدمه اللي زوينه، كان عندها واحد الصالير زوين، عندنا دارنا طوموبيل. حياتنا كانت غدا زوينه صراحه. والام ديالي كانت واحد السيده اللي تبارك الله، يعني حاره كما كنقولوا بهذا المعنى، حتى حاجه ما كتغلبها. وربما انا طلعت ليها، يعني حتى انا شخصيتي خرجت ليها، شخصيتنا كانت قويه، وحتى حاجه ما كتوقف في طريقنا، حتى حاجه ما مستحيله. ايوا المهم قلت لكم كنمشي للسي كنقرا كنجي هكا، يعني الحياه غادا مزيانه، عندي صحاباتي، انا محبوبه، كلشي كيبغيني الحمد لله. لا جارت ماما لا في دربنا لا صحاباتي لا الاسد ديالي، يعني كنت كنخلي واحد الصوره زوينه عليا، واحد الطباع عليا زوين. ايوا هنا كانت الحياه قلت لكم غادا مزيانه. امتى غادي الحياه غادي تبدا تبدل؟ ملي طلعت لافاك. ايوا صافي طلعت لافاك، يعني كان قلت لكم انا كنت باغا نقرا وباغا نوصل وباغا ندير. المهم ولكن يعني الوقت كتجيب لك شي حوايج اللي ربما ما كيكونوش في الحسبان ديالك، او ماشي من المخططات ديالك. تماك يعني العام الاول ديالي غادي نتعرف على واحد الشاب اللي سميتو صلاح، اللي هو بطل القصه ديال اليوم. صلاح اللي كان واحد الدري توا في حالي، طموح، باغي يوصل، باغي يعرف، باغي يدير. المهم كانوا افكارنا تقريبا في حال. داكشي اللي خلاني انا وياه نتقربوا لبعضياتنا ونتعرفوا على بعضياتنا ونوليو نبغيو بعضياتنا. المهم صلاح كان كبر مني بعامين، هو كان في السنه الثالثه وانا في السنه الاولى يعني ديال الجامعه. المهم انا تعرفت عليه على القرب، يعني بحكم ان كنا كنديروا هكا ندوات في لافاك، كنتجمعوا هكا. المهم يعني واحد الجماعه ديالي اللي كانوا كيعرفوا الجماعه ديالو، وتماك فين انا وياه تعرفنا. يعني صافي في الاول كانت غير صداقه، يعني تعارف عادي. من بعد ولينا كنتلاقى، ولات واحد العلاقه ديال الحب بيناتنا. صافي يعني بحال قلتو انا وياه ما بقيناش كنقدروا نتفرقوا على بعضياتنا. والغريب في الامر انني كنت كنعاود الام ديالي اي حاجه كيف ما بغات تكون. يعني هي كانت كتشجعني اني نجي نعاود ليها، ما كانتش كتخاصم عليا يعني باش ما ندير شي حاجه يعني تخبي عليها. كتجي اي حاجه كنعاود عليها، يعني كانت هي كاتمه الاسرار ديالي. المهم يعني ملي كتشوف شي حاجه خاصها تنصحني فيها وتوريني، وهذا كتوريني. المهم هي عارفه اني ما غنديرش شي حاجه اللي خايبه، اللي غادي تغضب عليا فيها، او شي حاجه اللي غتنحشم بها ولا شي حاجه. المهم يعني علاقتي بصلاح دامت عامين بحال هكاك. صافي انا كملت انا ديك الساعه، يعني لافاك خديت لا ليسونس ديالي. هو كان خداها قبل مني، ملي خداها خرج خدم، يعني مباشره خدم. يعني الاب ديالو دبر لي خدمه زوينه، كان الاب ديالو عنده بزاف ديال المعارف، وكان هو ديما موعدني بانه انا ملي نتخرج غادي يدبر لي الخدمه. داكشي اللي كاين. المهم صلاح خدم في واحد السوسيتي اللي كبيره،
بحال قلتو كونطابل. ايوا صافي، يعني كانت العمل ديالو عنده بيرو ديالو، بيسي ديالو، خدمته كلها حسابات وكلها يعني داكشي ديال الوراق والستيلو. صافي قلت لكم علاقتنا دامت، بقيت كنخرج انا وياه، هو ولا خدام ولا كيديني كيخسر عليا يعني فلوس هكا، يديني لشي بلايص اللي عمرني مشيت ليهم، يعني صراحه كان مهلي فيا، ما كان خاصني حتى حاجه معاه، واخا انا ما كنتش محتاجه ليه يعني ماديا، ولكن هو كان يعني كيبغي هكا يخسر عليا، ملي كيتخلص كيديني شريه شي كادو كل مره وشنو. المهم قلت لكم اللي كملت انا، يعني كان خصني نخدم، بديت كنقلب، صافي هو دخل هوايا، يعني صافي الاب ديالو داكشي وصى عليا، قال لي راه واحد البنت، ولكن ما قالش لي بلي راه بيناتنا شي حاجه، قال لي غير واحد البنت هادي منا كنعرفها وهادي. المهم الاب ديالو ثاني توسط، خدمت انا، ولكن ما خدمناش في نفس السوسيتي، كنا قرابين لبعضياتنا. صافي الحياه غدا زوينه، كنتلاقى انا وياه ملي كنسيريو الخدمه ديالنا، كنخرجوا مره الكافي مره ريستورون كل مره وفين. ايوا صافي كانت العلاقه ديالنا غدا زوينه. مهم داز عامين الاولى، دخلنا في العام الثالث، العام الرابع، وانا غدا وكنكبر. ايوا واحد النهار الام ديالي جلست انا وياها وهي تقول لي بنتي اجي بغيت نهضر معاك. قلت لها نعم ماما. قالت لي واش هاد السيد اللي انت دابا معاه 4 سنين وكثر، قالت لي واش باغي معاك المعقول ولا لا؟ قلت ليه ماما. قالت لي واش عمرو قال لك نجي لداركم؟ بقيت ساكته، يعني بصح نيت فسولتني هذا السؤال، عاد انا بصح يعني السؤال عمري طرحته على راسي، وانا بقى ساكته وتقول لي جاوبيني. قلت لها لا. قالت لي ايوا شنو معناتها؟ قالت لي واش باغي تقدم لك ولا غير تبقاي انت ويا خطيبيطي؟ قالت لي يعني خسر لك الساعه ديالك وفي الاخر ما كاين والو. قالت لي بنتي خاصك تعرفي. المهم الصراحه يعني هذا السؤال ديالو هاد الهضره يعني اثرت فيا، يعني اللي كامل وانا كنتكلم ما نعش كنفكر في هضره الام ديالي حتى هضرتها على حق. ايوا صافي مشيت خدمتي عادي، من بعد تلاقيت انا وياه وبديت بحال قلتو يعني ماشي غنقول ليه واش ما غاديش تخطبني ولا امتى غادي تجي تخطبني، بغيت غير بديت كنقلقل فيه باش نشوف واش فعلا ناوي يعني في راسو انه غيجي يخطبني ولا هادشي ما كاينش في بالو. ايوا صافي اش غنقول لكم، بديت كنقول ليه راه فلانه تزوجات، راه فلانه جا خطبها داك فلان اللي كانت معاه، يعني هادشي نيت بصح الاصدقاء ديالنا يعني بزاف اللي كانوا هكا كيقراو مع بعضياتهم كيعرفوا بعضياتهم يعني تزوجوا. المهم هو ما كيعطينيش راس الخيط، يعني ديما هكا ما كيعطينيش راس الخيط، صافي لدرجه انني مابقيتش كاع باغا نجبد هذا الموضوع، وليت الام ديالي كنتهرب منها ملي كتسولني، يعني وليت حيره ما بين الام ديالي والاسئله ديالها وما بين هو اللي كيتهرب مني ويعني وبيني وبين راسي انا راه ما مرتاحاش، خاصني نعرف يعني. وانا ما كنتش ديال داك الاحتمال ديال انني نتفرق انا وياه، يعني السيد كنبغيه بزاف، يعني ما نقدرش نعيش بلا بيه. ايوا واش غنقول لكم، يعني الوقت كيدوز وراه الضغط عليا وما عرفت شنو غادي ندير الصراحه. صافي واحد النهار شنو غادي يطرا، كان ولد خالتي في اوروبا غادي يجي، يعني شحال ما جا فجا شافني عجبته وانا اصلا كنت عزيزه عليه، صافي بغى يتزوج بيا. يعني في الاول هضر مع الام ديالي قال لها راه بغيت هيند واش يعني ما كاينش شي حد في حياتها. صراحه يعني كان واحد يعني واحد الشاب او واحد الانسان اللي مثقف وواعي، يعني قبل ما يتقدم ليا تسول واش شي حد في حياتي، يعني باش ما يجيش ويدخل لحياتي او يعني يفرض عليا راسو. الام ديالي بطبيعه الحال ما قالت لي راه في حياه فلان، قالت لي شوف يعني بنتي تنهضر معاها وداك الشيء باش ما كان غادي نقول لك، يعني هي كانت يعني عرفت كيفاش تتعامل وكيفاش تتصرف فعلا. جيت انا من الخدمه لقيت ولد خالتي في الدار، سلمت عليه وتبارك الله يعني على خير ويعني بعقله وكل شيء، يعني فيه كاع المواصفات ديال انه يكون زوج صالح وديال انك تقبليه ماشي ترفضيه. صافي بقى كيسول فيا شنو كديري هادي بهنا هادي بهنا، مسكين جايب لي كادو من تمايا، يعني سيد ما فيه ما يتعب. صافي مشى في حالاتو، صافي ويجي عندي ماما جلست معايا ديك الساعه كنا كنتعشاو، قالت لي يا بنتي هند راه كاين وهاكاين وهاكاين وهاكاين. وشنو قلت قالت لي شنو بان لك؟ صافي تصدمت يعني لدرجه ان ديك الضغمه اللي كنت درتها في فمي وحلات ليا حتى شربت عليها كاس ديال الماء، تصدمت وبقيت غير كنشوف. ايوا صافي شنقول لكم، الله غالب يعني تبلوكيت، الاحداث كلها بدات كدور في راسي، علاقتي بيه ديك المده كامل اللي ضربتها معاه، يعني ما تخيلتش ان غيجي شي نهار شي حد اللي غادي يخطبني، هذا الاحتمال ما كنتش دايراه. سكت بقيت كنفكر، قالت لي ماما هنا بنتي خاصك ديري حل راسك وخاصك يعني توقفي وديري النقط على الحروف. قالت لي غدا ان شاء الله غادي تمشي تجلسي معاه وغادي تواجهيه، قولي فلان واش باغيني مرحبا، الا ما كنتيش باغيني راه فلان باغيني.
قالت لي سالينا هادشي صافي. يعني الام ديالي قصحات معايا الهضره، لحقاش يعني انا كنبقى مرا، يعني بحكم ان البنت كيوصل واحد الوقت خاصها تتزوج، يعني القطار الزواج غادي يفوتني، وانا تبارك الله كنت عاطيه العين وزوينه، ولكن تالين غنبقى هكا يعني ساكته وكنتسنى. وفعلا داكشي اللي كاين. لغد تلاقيت انا وياه، قلت لي شوف فلان راه ولد خالتي جا خطبني وماما راها بغات. قلت لي السيد ما فيه ما يتعب، يعني اون فوا قلت لي ما فيه ما يتعب، هو يوقف من الكرسي هكا، يعني لدرجه ان كاع اللي جالسين في داك الكافي بقاو كيشوفوا، يعني وقف واحد الوقفه اللي جرب داك الجهد ديالو، حتى داك الكرسي دار الصوت، يعني كان غادي يطوع داك الكرسي. ايوا صافي بقيت كنشوف فيه صدمت، وانا نقول لها صالح نعل الشيطان جلس غنهضروا. صافي جلس هو يقول لي شوف يا بنت الناس، قال لي انا كنبغيك، ولكن حاليا انا ما ناويش نتزوج، باقي عليه الحال. قال لي ما ناويش هاد الساعه ما نديرش هادشي في المخططات ديالي. صافي بقيت غير كنشوف فيه، صافي تعصبت صدمت، يعني السيد مجرجرني معاه شحال من عام هذا، ولكن هو ما ناويش دابا حاليا، قالك ما ناويش انه يتزوج، يعني شنو معناتها؟ صافي وانا نقول لي شوف، قلت لي صلاح ربما هذه اخر لقاء يكون بيني وبينك. قلت لي واش غادي تخطبني ولا مشي في حالاتي، يعني من هذا النهار غنحدو شنو كاين، ولا ما غادي تبقى تشوفني ما غادي نشوفك. قلت لي انا راه بنت وشحال وصلت دابا من عام. قلت لي شنو معناتها؟ ويقول لي داكشي اللي فهمتيه. قال لي صافتي دابا ما كاينش مشكل. تسيف عليه السيد، ولا كيخرج يدخل في الهضره، ولا كيقول شي هضره اللي عمري سمعتها، وشي اسلوب ديال الهضره ديالو اللي ما عجبنيش، داك النبره ديال هضراته ما عجباتنيش. صافي تما اعتبرتها اخر لقاء بيني وبينه. قلت لي وانا غاده، قلت لي ولا سمعتيني تخطبت ما تلومنيش. صافي السيد ما تسوقنيش، صافي خرجت في حالتي من ديك الكافي، خارجه وكنبكي، يعني دموعي هابطين، ولكن في نفس الوقت كنقول مزيان ملي هادشي طرا دابا، باش انا يعني ما بقاش مجرجره انا وياه، ما يبقاش مضيع لي حياتي، ولكن قلبي راه يعني ما نعاودش لكم قلبي الله اللي عالم به شنو طاري فيه. صافي مشيت للدار عيني مفوخين، يعني باكيه. صافي ما حليت الباب، ماما هكا كتسناني، شافتني ويتعنقني مسكينه، عرفت شنو كاين، عنقاتني. قالت لي يا بنتي، قالت لي راه الحياه كتعلمك بزاف ديال الحوايج. قالت لي يا وليد رقك بخيط درقيه بحيط. قالت لي صافي بنتي نسي عليك هذاك. قالت لي ولد خالتك تبارك الله يعني ما فيه ما يتعب. قالت لي غتمشي معاه لبرا بغا يديك. قالت لي ما يخليك ما احتاج حتى حاجه بنتي. قالت لي حتى من الخدمه لما بغيتيش تخدمي ما تخدميش. ايوا صافي جلس واحد السيمانه هكا كنفكر، حتى من الخدمه صافي مابقيتش مشيت ليها، يعني اي حاجه جايه منه ما عندي ما ندير بها، حتى الخدمه ديالته اللي كان هو الوسيط صافي خرجت منها. جلست في الدار واحد السيمان هكا كنرتب الافكار ديالي، واخا قلبي كان معاه ولكن عقلي يعني كان ما راضيش بهذا الشيء اللي طاري. ايوا صافي وافقت انني نتخطب لولد خالتي. صافي فعلا تخطبنا انا وياه، داز كلشي وهداك، كبر بيا الحمد لله، يعني حمر ليا وجهي قدام العائله وقدام صحابي وصحاباتي. المهم شنو غادي يطرا، كان ولد خالتي صافي رجع لاوروبا، صافي رجع يعني مشى على اساس انه غيرجع من هنا لواحد 6 شهور، غادي يرجع باش يقاد اموره ونبداو نقادو في الوريقات ديالنا. صافي انا ديك 6 شهور كامله يعني صافي حاولت انني ننسى فيها فلان، يعني صلاح ننساه، يعني ما يمكنش انا نتزوج براجل اخر وانا كنفكر فيه. صافي انا اصلا كنت حقدت عليه ملي ما بقى لا عيط لا سول حتى حاجه. شنو غادي يطرا، داز واحد 4 شهور هكاك هو يعيط لي صلاح، قال لي بغيت نشوفك دابا. قال لي انا راه حدا داركم هبطي، لانه عارف دارنا في كاينه. صافي هبطت كنلقاه هكا لتحت حد قريب للدار، ويقول لي واش تخطبتي؟ قلت لي تخطبت. قال لي امتى غادي تزوجي؟ قلت لي ما بقى والو ان شاء الله وغادي نتزوج. وانا نقول لي علاش كتسولني؟ قال لي لا انا كنبغيك وما نسيتكش وما نقدرش نعيش بلا بيك ونهادي وبقى يبكي عليا لدرجه انه بكى، يعني الدموع هبطوا لي من عيني، هبط لي على رجلي، والناس دايزين كيشوفوا في عافاك ما تخسريش هاد العلاقه، عافاك راه كنبغيك. قلت لي انت اللي خسرتي هادشي كامل، جيت لعندك طلبتك ورغبتك وسولتك، انت اللي قررتي وانت اللي اختاريتي. قال لي لا ماشي الخاطري، وانا صدمتيني ملي جيتي قلتي ديك الهضره وهادي بقى كياكل ليا في راسي، يعني وكيعيط لي يوميا، كيعيط لي ما عرفتش شحال من ابيل، لدرجه ان الام ديالي كتمجيه كنخبي، يعني وليت كنخبي عليها، كنت كنعاود ليها كلشي. ديك الوقيته وليت كنخبي عليها باللي راه رجعت كنهضر معاه، كنت مجيه كنخبي التليفون هكايا. المهم بقيت انا وياه كنهضروا حتى قنعني باش نرجع ليه. وكانت يعني الصدمه الكبرى او الحاجه الخايبه اللي خاصني ندير انني خاصني ننهي ديك الخطوبه. شنو غادي ندير؟ غادي نعيط لولد خالتي
وغنقول ليه شوف اسمح لي، انا راه كاين وهكاين وهكاين وهكاين، وما تقولش هادشي لماما، دير بحال انت اللي ما بغيتيش باغي. تخيلوا واش درت، يعني كنت انانيه بزاف. يعني هو ما حسيتش بيه وما عقلتش عليه، وفي نفس الوقت بغيت هو اللي ياخذ داك القرار، يعني هو يقول لماما باللي هو اللي ما بقاش باغيني. مسكين السيد شفتها هي في الاخر قال لي ما نقدرش نبزز عليك راسي، واخا انا بغيتك وداك الشيء، ولكن ملي ما بغيتينيش ما عندي ما ندير. مسكين صافي فعلا داكشي اللي كاين. ما عرف شنو قال لماما، عيط لها دوا معاها وداكشي. جات عندي ماما قالت لي بنتي شوفي راه كاين وكاين، راه ولد خالتك راه ما بقاش غادي يقدر يجي وهذا وهذا. قالت لي راه قال لك صافي غير كملي حياتك. صافي درت راسي فحال زعما كيت، وبديت كنبكي وانا كنبكي بالفرحه، حيت زعما صافي تهنيت من ولد خالتي. المهم رجعت انا وياه وصالحت ثاني العلاقتنا كنتلاقى وهادي وتاني بدا كيدوز الوقت، والسيد مازال مجبد معايا الزواج او الخطوبه او حتى حاجه. صافي ثاني مجرجرني معاه ماما عرفاتني رجعت ليه، يعني عرفاتني، وفي الاخر اعترفت لها بانني رجعت ليه، ولكن ما اعترفش لها بانني رجعت ليه وانا باقا مع ولد خالتي، وباللي انا اللي قلت لولد خالتي ينهي العلاقه ديالنا. ايوا صافي شنقول لكم، كنت بحال الحمقى، بحال شي دمدومه، بحال شي كلبه حاشاكم تابعاه، فين ما مشى انا تابعاه غدا معاه، مجرجرني معاه، جي نتلاقاو هنا جي نتلاقاو هنا، ولكن المعقول راه ما كاينش. يعني عمرو جبد معايا المعقول، يعني لحد هاد الساعه باقي ما قالش راني باغي نجي لداركم. ايوا شنو غادي يطرا، داز تقريبا واحد العام وانا وياه تاني هكاك خيطيبيتي وهاد العام راه ما خدمتش فيه، يعني ملي جلست من الخدمه ما بقيتش خدمت غير الدار. ايوا صافي ماما كتمشي تخدم وداك الشيء، كتجي كتلقاني في الدار، ولكن الوقيته اللي ما كتكونش فيها ماما راه كنتلاقى معاه، هو كيسالي خدمته مع ديك الربعه، يعني من الربعه للسته راه كنكون خارجه معاه، ماما مسكينه كتوصل حتى لديك السته ونص. ايوا صافي داز تقريبا عام ويقول لي هيند، قال لي راه بغيت نجي نخطبك من ماماك. واش ماما كتبغيني؟ قلت ليه بطبيعه الحال، وانا نفرح يعني فرحت، ارتبكت، ما عرفت شنو نقول ليه. قلت ليه بطبيعه الحال. صافي تزنقت يعني بديك الفرحه اثرت عليا. المهم قال لي راه غنجي نخطبك انا والدار وداك الشيء، قال لي المهم يعني قال لي حدوا نتوما النهار اللي بغيتو، واصر على ان الخطبه تكون خطبه كبيره، يعني العائله كلها تكون حاضره. هادشي اصر عليه. كنقول ليه لا نديرو شي حاجه صغيره، قال لي لا انا بغيت ندير خطبه كبيره، بغيت نفرح براسي انا هادي، لدرجه انه عطاني 3000 درهم هو اللي عطاها ليا، قال لي هاكي باش توجدي، يعني لما اللي تخصك شي حاجه وداك عاوني بها، يعني عطاني فلوس من عنده باش ندير الخطوبه. وكنت فرحان ما قدني فرحه. يعني داكشي اللي وجدته في الخطوبه الاولى ديالي، يعني هو اللي لبست واحد القفيطين هكايا، داكشي اللي كنت لبست في الاول في الخطوبه الاولى. المهم انا عندي الذهب الحمد لله، يعني دار الذهب ديالي، المهم كلشي كان هو هذاك. الام ديالي هي جابت واحد المراه اللي وجدت كلشي، لا الطياب لا الحلوى لا كلشي، عرضنا للعائله كامله تقريبا. ايوا صافي شنقول لكم، داك النهار كان يعني بحال قلتو نهاري، يعني كنت فرحان ما قدني فرحه، لدرجه ان اللي كيشوفني هكا تيقول لي سعداتك لاقوبه لينا، يعني البنات اللي مازال ما تزوجوش فرحانين بيا، لا عائلتي لا الجيران لا كلشي. ماما ما نعاودش لكم ماما خلاص. ايوا صافي تنكت يعني لابسه مقاده ماكيا كلشي هو هذاك. ايوا صافي جالسين ناشطين ضاحكين، الموسيقى الحلوه الطبله عامره العواصير كلشي كاين. صافي شنو يعني الوقيته اللي خاص يجيو فيها ما جاوش، كنا دايرين غيجيونا مع ديك 6 العشيه. وصلت 6 وقسم قسمين وربع. صافي مشيت كنعيط ليه، كنعيط كنلقى بورطابلو طافي، كنعيط صافي لدرجه انني تخلعت. كنقول ويلي مالو، ياك ما طارت لهم شي حاجه، ياك ما هادي ياك ما كاع الافكار السوداء جات لي في راسي، يعني كنقول شي حاجه واقع ما يمكنش. ايوا واش غنقول لكم، داز نص ساعه داز ساعه والناس هكا راكو عارفين، واخا العائله بداو كيشوفوا بعضياتهم كيتغامزوا، الهضره دايره وداك الشيء. والام ديالي مسكينه تعصبات، قالت لي بنتي واش هذا لعب الدراري الصغار، واش غيجي ولا ما غاديش يجي؟ قالت لي شنو كاين، عيطي ليه. عيط لي مني مو بريفي، عيط لي مع ماما، عيط لي من مرتي، والو البورطابلو طافي. ايوا داز واحد ساعتين هكاك ويصيفط لي واحد الفيديو في الواتساب ديال هاد الفيديو. شنو فيه في نظركم؟ فيديو فيه خطوبه ديالو هو، ما عرفش شكون، واش بنت خالته واش، مهم فيديو فيه هوايا ديال الخطوبه ديالو في الدار، الحفل ديالو كيشطحو كيغني هو جالس فرحان، ويقول لي قول لي مبروك راني تخطبت. صافي هادشي اللي صيفط ليا.
نقول لكم فاش داك الفيديو طاحت بيا الدنيا، ما نعاودش لكم شنو طرا ليا، ولاو النجوم كيبانوا ليا، الظلمه ولات كتبان ليا. صافي نقول لكم، صافي بديت كنعيط على ماما، جات ديت ليا البيت، عاد وريت داك الشيء، طلع ليها الدم، قالت لي غنمشي لبوداب غنشوهو. قلت لها لا ماما بارك غتشوها اللي عندنا في الدار. قلت لها شنو غادي نديرو في هاد الناس. صافي ماما مسكينه خرجت عندهم، قالت لهم سمحوا لينا على العريس او الخطيب راه ما جايش، راه داروا اكسيدون بالعاني. قالت لهم راه داروا اكسيده في الطريق ما جايينش. صافي الناس فعلا سحبوها بصح، صافي مشاو في حالاتهم داكشي، وانا بقيت يعني انا وماما ما نعاودش لكم شنو واقع. واخا الام ديالي مسكينه ما لامتنيش، ما خاصمات ما والو، حيت عرفت داكشي اللي فيا كافيني، ولكن علاش دار هكا علاش؟ ايوا صافي طفاتني البورطابل ديالو، يعني هو اكيد انه دار نيمه اخرى اللي بورطابلو ضروري غيكون شاعل، ميمكنش يكون طافي. وفعلا من بعد كنعرف بلي راه بدل داك النيميرو. صافي الغد ما نعش اصلا الليله كامله وانا هكاك يعني مصطومه ما نعش. صافي الغد مشيت صبحت عليه، تسنيت وحده الخدمه فين كيخدم، جاي خارج. قلت لي علاش درتي هادشي صالح علاش؟ قال لي كيفاش علاش؟ قال لي على نهار انت مشيتي تخطبتي وفرحانه براسك. قال لي ديك الساعه قال لي انت حلال عليكي. قال لي انا كلشي داكشي وصلني، الفيديوهات ديال الخطوبه ديالك تصاور كلشي وصلني. قال لي على في نظرك هذوك الصحاب وصحابات اللي كانوا على ما يوريونيش؟ قال لي كلشي شفتو من عينيا. قال لي علاش؟ قال لي انا معليش الله، قال لي انا ماشي انسان، قال لي بغيتك تذوقي وتحسي بداكشي اللي حسيت انا. صافي صدمني السيد، واحد خور تيف يعني، ولا واحد الانسان اللي لا علاقه بصالح اللي كنعرف. قلت لي ياك ولد الناس، ايوا قلت لي بيناتنا الله سبحانه وتعالى. قلت لي الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. صافي مشيت وخليته. كانت هذه هي اخر مره نشوف فيها صلاح. صافي رجعت للدار، يعني عاودت لماما قلت لها اش كاين واش كاين واش كاين وعلاش دار هكاك، بحال بغا ينتقم مني، بحال ما رضاش ملي تخطبت وخليته. واخا هو اللي كان بغا، هو اللي ما بغانيش. يعني نهار جيت عنده قلت ليه فلان راني غادي نتخطب، قال لي سيري تخطبي، ولكن ملي عرفني بصح تخطبت بغا ينتقم مني، وفعلا انتقم مني. خلاني فقدت داك الخطيب اللي جاني يعني ولد خالتي، ضيعته على قبله هو. ايوا صافي داز الوقت، يعني نهار على نهار على نهار على نهار، وانا كنسى وانا كنحاول ننسى، وانا كنت عايش مع الوضع الجديد. صافي انا داك فلان نسيت وخرجته من حياتي، حقدت عليه. يعني القلب اللي كيبغي ترى كيحقد، راه ميمكنش الانسان صافي راه بغيتي صافي راه غادي تبقاي تبغيه، ولا غادي تموتي الا ما بغيتيش ولا ما كانش في حياتك. نسيتو فعلا. صافي درت عليه كروه حمراء ونسيت داك الانسان. داز الوقت داز تقريبا شي عام ونص، وعاود تلاقيت مع ولد خالتي وعاودت ليه كلشي داكشي اللي طرا. مسكين بقيت فيه بزاف، وقال لي انا ما كنتش باغي لك هادشي، وانا فعلا بغيتك نهار جيتك ناخذك راني بغيتك. قال لي دابا راني باغيك الا قبلتي بيا. وفعلا يعني تخيلوا واحد القلب عنده شحال زوين هاد ولد خالتي، يعني واحد الانسان اللي طيب بزاف. صافي تخطبت انا وياه، درنا خطوبه كبيره، درنا هاد المره في قاعه الافراح. كبر بيا مسكين، ما خلى ما دير على قبلي. الحمد لله يعني ربي ما كيسد باب حتى كيحل البيبان. يعني لا علاقه بصلاح، يعني سبحان الله واحد القلب عنده شحال زوين، ما حسيتو يعني ما شاء الله. ايوا صافي نقول لكم، تكاتبت انا وياه، مشى مسكين وجد لي وريقاتي فعلا. صافي وصل الوقت اللي كان خصني نمشي انا وياه. يعني صافي درنا العرس ديالنا وداكشي، يعني كلشي حضر العائله وكلشي. كانت اللحظه اللي خايبه هي انني باش نتوادع انا وماما مسكينه اللي كاينه غير انا معاها، يعني انا صاحبتها، انا كلشي في حياتها. توادعت انا وياها مسكينه، وبقات كتعنقني، يعني واحد لحظه الوداع اللي صعيبه بزاف. ولكن واخا هكاك يعني، واخا مشيت لاوروبا بقيت كنجي مره عندها في الكونجي، كتجي عندي وبقينا هكاك الحمد لله. ولحد الساعه الحمد لله ما عمري شفت شي حاجه خايبه من ولد خالتي، ولا عمرو جبد ليا داك الموضوع الصراحه. ايوا كانت هذه قصه ديالي، ولا لا يطريح حبكم ولا حاجه، ولا لا شي حد اللي خايب وكنتاقم. يلا بسلام عليكم. كنتمنى قصه اليوم تكون عجباتكم واستفدتوا منها وخديتوا من العبره. ولكن قبل ما نقول لكم باي باي، ما تنساوناش من الاشتراكات ديالكم، دعموا اختكم، دعموني باش القناه ان شاء الله تكبر بكم وتزيد لقدام. يكفي انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالنا. الى حكايه مقبله باذن الله. باي باي.